ايوه يا صديقي، كانت ريحة بقه وحشة وكان صوته محشرج وبنخاف منه كلنا. لكن هل يعقل يا صديقي انك لم تذكر له اي انجاز تاريخي غير ان ريحة بقه وحشة، وتناسيت حتى القابه؟ ملك مصر الملك فؤاد، ملك مصر والسودان وسيد بلاد النوبة وكردفان ودارفور، ده حتى القابه تخض. لكن اقول لك ليه قلنا عليه ريحة بقه وحشة. في مذكرات الصحفي محمد التبعي لما كتب عن قصة خيانة الملكة نظلي للملك فؤاد مع حبيبها أو عاشقها أحمد حسنين باشا، ده قبل طبعا ما تقع في حب جوز بنتها كمان، كان مبررها هنا للخيانة إن الملك فؤاد ما بسهاش طول علاقتهم الزوجية غير بوستين أو ثلاثة، وكانت بتقرف منه لأن ريحة بقه وحشة. لكن هنا طبيب القصر برر السبب ده إن كان الملك فؤاد مصاب بالتهاب اللثة وكان علاجه صعب جدا، فهو اللي كان مسبب ليه الريحة دي. ماشي، احنا هنا مش بنتكلم عن حالة الملك فؤاد الصحية، ولكن احنا بنتكلم اعتراض تاريخي، ان احنا بنتكلم على رمز مصري ما تذكرلوش غير ان ريحة بقه وحشة وصوته محشرج. وبالمناسبة صوته كان محشرج بسبب ان اخو مراته الاميرة شوكار حفيدة ابراهيم باشا، اخوها الصغير الامير سيف الدين، هو اللي ضربه بالمسدس طلقة كان عاوز يموته فيها، ولكن هو اصيب في رقبته ونجا من الموت، فعشان كده صوته كان محشرج جدا. تعالوا احكي لكم القصة دي. الأميرة شيوكار كانت متواضعة الجمال حبتين، ولكنها كانت غنية وثرية ثراء فاحش. وكان وقتها الملك فؤاد لسه كان مجرد موظف صغير، وكان طبعا حالته المادية متعثرة، وتقدم للأميرة شيوكار وعلى الفور وافقت. سنة 1895 عملوا الزفاف في قصر الزعفرانة، وربنا رزقهم بمولودهم الأول المولود إسماعيل، لكنه توفى. وهنا هتبتدي الخلافات الزوجية بين الملك فؤاد ملك البلاد وبين زوجته الأميرة شوكار. الخلافات دي بتستمر خلال حياتهم الزوجية لحد ما بيتدخل أخو الأميرة الأمير الصغير سيف الدين، بيحاول يفض الخلافات بين الزوجين. الأميرة شوكار كانت دائمة الشكوى عن حياتها الزوجية لأخوها الصغير الأمير أحمد سيف الدين عن المشاكل اللي بيسببها ليها الملك فؤاد، لحد ما الأمير أحمد سيف الدين بيت للملك فؤاد إنه يقتله. بالفعل اشترى مسدس واستناه عند الكلوب الخديوي في أحد سهرات الملك فؤاد، وحاول انه يطلق عليه النيران بالفعل. لكن الملك فؤاد يا صديقي ما ماتش، والطلقة استقرت في رقبة الملك فؤاد اللي سببت ضخامة صوته. والحادثة دي كانت سنة 1858، وعلى أثرها تم القبض على الأمير الصغير أحمد سيف الدين. الأمير أحمد سيف الدين هرب إلى بريطانيا، وهناك تم القبض عليه وأدخلوه مصحة نفسية. وبالفعل بعد مجهودات من أمه الأميرة نجوان هانم لتدبير محاولات لهروب الأمير أحمد سيف الدين من المصحة بمساعدة مخبر أمريكي، وتم تهريبه بالفعل إلى تركيا وتزوج هناك. وهلخص القصة لو حابين نعملها في موضوع آخر هنعمله، ولكن كان وجه اعتراضي هنا لما نتكلم على رمز من رموز المملكة المصرية أو جمهورية مصر العربية، وكان رمز يضاف إلى ألقابه ملك البلاد، ملك مصر والسودان وسيد بلاد النوبة، الملك فؤاد، ما نذكرش بس غير إن كان ريحة بقه وحشة أو صوته محشرج. أشوفكم على خير.